مين قال ان البانيه لازم يكون فراخ؟ النهارده عملت بانيه كداب من غير فراخ. معاكم الشيف ابانوب، والنهارده بقى هنعمل شويه بانيه كداب كده يا جماعه، تبصوا له تحسوا انه فيه فراخ، تدوقوه تحسوا ان هو فراخ بس هو كداب من غير فراخ. يلا شجعوني، قولوا لي سلم ايديك، وهاتوا كده طبق حطوا عليه كوبايه من الدقيق، حطوا عليه معلقه من الملح، رشه من الفلفل الاسود، شويه من الكاري، رشه بسيطه من السبع بهارات، وكمان شويه من البابريكا المدخنه، رشه كركم بسيطه، ومعلقه نشا صغيره بتدي قرمشه حلوه. والخلطه دي بقى بديل ايه؟ بديل البيض. هبدأ كده انزل بقى بشوية المية شوية بشوية، ولازم الخليط يا جماعة بتاعنا يوصل كده خليط شبه عجينة الكريب. تمام. بعد كده هفضل بقى اقلب فيه كويس جدا، ولو احتاج مية ايه نضيف شوية زي ما قلت لكم، خليط الكريب مش الكيكة. تمام. بصوا يا جماعة، ولا خفيف ولا تقيل. طب انا ايه البانيه هستخدم ايه؟ هستخدم البتنجان الاسود، هو في غيره؟ ده حبيبي في المطبخ. تمام. بعد كده هاخده بقى ايه، اقشره تقشيره، عايزين تخلوا القشره بتاعته مفيش مشكله، بس في البانيه انا بحب ايه اقشره. وعايز اقول لامي وابعت لها رساله اقول لها بصي، انا يعني قشرت البتنجانه من غير ما ايه ما اكل نصها، يعني انا اتعلمت وبقيت زي الفل، يعني افتخري بيا. بصوا يا جماعه، ده السمك اللي انا عايز البتنجان فيه. بعد كده هاخد بقى البتنجان بقى، شرايح البتنجان بتاعتنا هحطها في التتبيله اللي انا عملتها. طب اسالكم سؤال اشوفكم مركزين معايا ولا لا؟ لازم كده كل فيديو فيه فزوره وسؤال. انا قلت لكم ان انا الخليط ده بدل البيض. طيب الخليط ده شبه عجينه ايه؟ لو مركزين اكتبوا لي في الكومنتات اشوفكم بقى مركزين ولا لا. على فكره ممكن نحط ايه، لو عندك توابل فراخ ممكن نحط فيها مكان ايه، مكان الكاري بقى والكركم وكده. عندي بقى طبق فيه بقسماط، البقسماط الناعم خالص. هبدا كده اخد بقى البانيه الكداب بتاعنا واحطه في البقسماط، ولازم ادوس كويس جدا جدا يا جماعه. عايز اقول لكم حاجه، ان احنا ممكن بقى نستبدل البقسماط بايه، بالكريسبي والحاجات دي. يعني بصوا البقسماط الكريسبي، وممكن الحار والفيجيتار، ممكن الكلام ده يا جماعه يبقى احلى من ايه، من البقسماط العادي. بصوا باخد بقى ايه قطعه البانيه الكدابه بتاعتنا اللي انا طلعتها من الخلطه، وهبدا كده احطها جوه الطبق اللي فيه بقسماط. ولازم يا جماعه ادوس كويس جدا جدا، ده مش زي الستريبس، ده لازم ادوس كويس جدا واصفيه من اي بقسماط يا جماعه. بعد كده عندي بقى طاسه تكون سخنه جدا، هبدا كده انزل بقطع البانيه. بصوا يا جماعه شكلها، بصي هي ولا هتفك معاكي في الزيت، وهتدي طعم حلو، والبتنجان هيستوي. انا كده كده سمك البتنجان قليل، فهيدي طعم حلو وجميل. بصوا يا جماعه قطعه البانيه حلوه ازاي. انت بقى لو عملتي بقى شويه مكرونه لاولادك واديتيهم حتتين بانيه من دول، عملتي سندوتشات فينو مع شويه طحينه وشويه سلطه، صدقوني مش هيحسوا ان هو بتنجان، وهياكلوه وهينبسطوا كمان. يعني لو ولادك بقى مش بيحبوا الخضار والحاجات دي، لا هم هياكلوه ايه غصب عنهم، طبعا مش بالاكراه، بس ايه يعني هيلاقوا الطعم الحلو فيه. طبعا بقى بكمل بقى باقي قطع البتنجان، وزينته بقى بشويه بقدونس. والنهارده عملت كده البانيه الكداب، بانيه فراخ من غير فراخ. وكان معاكم الشيف ابانوب. لو الوصفه عجبتكم اعملوا لها شير لكل حبايبكم، ونفسي كده تجربوا الوصفات وتبعتوا لي بقى على الجروب تقولوا لي ايه الوصفات اهي وتصوروها لي. كان معاكم الشيف ابانوب.